ديال ضحايا الزلزال راه كبير، كبر من اي حزب وكبر من اي واحد. القوى ديالنا والترافعات ديالنا وجهناهم للمؤسسات الوصيه بلا ما يجي شي حد يتزايد على ملفاتنا ما هياش اليوم ولات ساويه في السوق ولاو كيجيو يتزايدوا عليها عن طريق المؤسسات ديال الدوله. فاش كنثيقوا الكلمه ديالي موجهه للقياده ديال الحزب والمرشح والناس ديال هذا. بغيت نقول لكم بان هذه الجلسه اللي جلسنا معكم اليوم فكنتمنى ان تكون ميثاق بيننا وبينكم ان شاء الله. بغينا يبقى ميثاق بيننا وبينكم نرجعوا لها ان شاء الله نهار نهضروا على الحصيله البرلمانيه، لان ثقتنا كبيره ان شاء الله في الحزب ان شاء الله وفي المرشح ديال الحزب. وقبل كل شيء بما ان الكلمه ديالي موجهه للقياده البرلمانيه والموجه البرلماني فغنهضر على الدور التشريعي. كنتمنى من حزب الاتحاد الاشتراكي يضمن لنا حقنا في المقاربه المجاليه والمقاربه الترابيه، لحقيتاش حنا مقصيين. وفي حزب اللي شار السيد بان كنلقاو الاقصاء على مستوى الجهه، كاين الاقصاء ديال الحزب، وعلى مستوى الاقليم كاين الاقصاء ديال الجماعات. فكنتمناو ان الحزب يعطينا اليات ويعطينا يعني تشريعات اللي تضمن لنا هذا الحق لكل جماعه كما كانت واختلاف الواننا الحزبيه. يعني ما غاديش نبقاو جماعه يعني سلطات لواحد الحزب اخر ولا طلع منها حزب اخر نبقاو كنجلدوا فيها هذا الولايه كامله. وزيدنا دابا دزنا من الشق التشريعي غادي ندوزو للشق ديال المطالب الاجتماعيه. بغينا حقنا في الصحه وحقنا في التعليم وحقنا، ولكن قبل كنهضروا على الملف المطلبي ديال ضحايا الزلزال. شفت ان الاغلبيه ديال الخطاب ولا كيهضر على الفئه المقصيه تماما، الفئه اللي تدعي على انها غير مقيمه او لا، في الوقت اللي الملف المطلبي ديال ضحايا الزلزال راه كبير، كبر من اي حزب وكبر من اي واحد. وكما تنقولوا بان حنا كنثقوا في المؤسسات ديال الدوله والضحايا الكثيره والنسبه الكثيره ديال الضحايا راه موجهه الدراسه ديالها عن طريق المؤسسات ديال الدوله. فاش كنثقوا الشكاوى ديالنا والترافعات ديالنا وجهناهم للمؤسسات الوصيه بلا ما يجي شي حد يتزايد على ملفاتنا ما هياش اليوم ولات ساويه في السوق ولاو كيجيو يتزايدوا عليها. كما قلت عندنا فئه اللي مقصيه تماما، عندنا فئه اللي خدات جزء من الدعم وتقصت من الباقي، عندنا مدارس اللي باقي ما تبنات، عندنا طرق ومسالك اللي باقي ما تحلاتش، عندنا مشكل ديال سميتو ديال كما قلنا الصحه، عندنا بزاف ديال المشاكل في الملف المطلبي ديالنا كضحايا ديال الزلزال. من بعد غادي ندوز للقضيه ديال كما قلت المشاريع التنمويه اللي كنطالبوا بها. بغينا حقنا في الصحه، لحقيتاش حنا انا نعطي مثال. انا بجامعه طنطا قريبه للمركز وكنلقى مستوصف حدايا اللي مبني وما فيهش طبيب، فما حاسبك بالسيده اللي جالسه في المرجع ما عندهاش مستوصف، ما حاسبك بالسيده اللي جالسه في قاع تيوران. وفاش كنقول هاد الاسماء راه الناس ديال المنطقه راه كيعرفوا، الناس جالسه في قاع الزقر، الناس جالسه في انرنين، الناس جالسه في تنيرت، الناس جالسه ما عرفت فين فاش من جماعه وما قادراش توصل للمستوصفات. وحنا عندنا وهذا المشكل تلقاو حنا في المركز. ما حاسبوك بهذوك الناس. وكما كنقول واحد الرساله اخرى، حنا راه ماشي اقليم حفره للدعم، حنا ما بقيناش راضيين انكم تشوفوا فينا انه اقليم كنسكتوا بالدعم، كنسكتوا بالغرفه الرمضانيه، كنسكتوا بالاضاحي ديال العيد اولا كنسكتوا. حنا ما بقيناش راضيين بهذه القضيه، عندنا حقنا، بغينا حقنا في التنميه اللي كيكفلها لنا القانون، الميزانيه ديال الدوله، وبغينا حقنا في البرامج الملكيه وحقنا في البرامج التنمويه اللي تصدت لنا عن طريق الصندوق ديال الزلزال. يعني حنا كنميزوا، انا راه كنهضر بصفتي مواطنه عاديه، ما عندي لا نوع حزبي، ما كنتمي للتجهه، ما كنهضر على التجهه، مواطنه عاديه كنطرف على مطالبي. واللي بيقول لي ذاك النهار فين كنتي ولا اليوم فين كنتي بحكم التنسيقيه، ذاك النهار كنت قدام الخيريه وكدرت الاعتصام قدام البشويه، وديك النهار كنت انا واقفه على التوزيع ديال المساعدات